I am not a danger because I am a danger. كامبيون دي اوروبا وانت لا بعد 58 سنه يا عيني يا انجلترا ما تاخديش ولا بطوله. فيا جماعه انا مبسوط والله العظيم جدا للمنتخب الاسباني. طبعا لايه بقى؟ ليه الاسباب؟ لان انا طبعا لعيبه برشلونه بتلعب فيها. غير كده كمان انا اصلا بحب اسبانيا بسبب برشلونه والتيكي تاكا والسكس فوتبول والكمال الكروي. ثالث حاجه ودي الاهم، داعمين للقضيه. فاكيد طبعا لازم احبهم واعشقهم. هم ولا من دمي ولا من لحمي ولا من ديني ولا من اي حاجه، ولكن الموضوع موضوع شخصي جدا وانساني جدا. فلازم اشجع المنتخب الاسباني لاسباب كتير انا قلتها دي مثلا. فيا عيني وبالشفا يا حبه عيني يا انجلترا ده اخركم معايا. وبرضه يا جماعه برضه يعني بالعقل والله، انا اكون مثلا لعبت كرواتيا وكسبتها، ولعبت ايطاليا وكسبتها، ولعبت البانيا وكسبتها، نخش على الدور من دور ال 16 يلعبوا بقى المانيا صاحبه الارض والمرشح الاول للبطوله، واكسبها واعمل عليها اداء، واكسب فرنسا اللي هي فعلا اصلا المرشحه الاولى فعليا بالنجومها دول، واكسبها، واكسب انجلترا بسيناريو يعني اجمد من اي سيناريو فعلا في اي فيلم انت اتفرجت عليه في حياتك، ومش مبالغه والله العظيم. فما ينفعش بعد ما اقابل الناس دي كلها اخسر من انجلترا. لان المنتخب الانجليزي اصلا ده عموما انا ما اعرفش، يعني انتوا اقوى دوري في العالم واوسخ منتخب في العالم. فوز جيت بقى ولا باي حد مسكه قبل كده، ما تفهمش يعني ازاي فرقه، ازاي منتخب قصدي زي دول ما ياخدوش ولا بطوله بعد 58 سنه، ما تاخدوش ولا بطوله. 2 نهائي يورو ما تكسبوش. تحس الكوره مش عاجباهم اصلا، الكوره مش حباهم عموما. ليه؟ الله اعلم. عندك يا راجل من اول بيكفورد لحد هاري كين، ده غير طبعا هم البدله، في كل مركز عندك 2 3 وما تاخدش البطوله. وبنعرف تاخد البطوله ازاي؟ انا مبسوط جدا جدا في انجلترا والله العظيم، ومشجعين انجلترا كده كده يعني. ده غير كده كمان يعني قبل الماتش يعني للمره الثالثه ينكش الواد الصغير ويعلم عليهم. مين بقى يا عم اللي اتكلم؟ انا هقول لك مين. المعلم رز بتاع المدفعجيه طلع بقى فاهم بعنكهيه كده وفاهم وعنطزه وفاهم، وبرضه العيال اللي هي ايه، عيال السمجه يالا اللي هم كانوا عارف اللي هم وانت صغير كده كان لازم يرخموا عليك، ياخدوا منك سندوتشاتك، لازم يعملوا حاجات. عيب الكلمه لازم ما ينفعش اقولها طبعا. ايه يالا العنطزيه والكبرياء والعنجهيه يالا اللي انت بتتكلم فيها دي؟ ما هو انجليزي، لان الاعلام الانجليزي عمال بيطبل فيهم على طول، لان ده فعلا اغلى صفقه دخلت ارسنال، اللي هو ديكلان رايز، اللي هو عمال يتكلم يقول لك اصل يعني لامين يامال ايام الكورونا ايام الفيروس يعني كان عنده 12 سنه، فيجي على 12 سنه ياخد احسن لاعب في اليورو وهو شاب صغير. طبعا رودري هو خد احسن لاعب في اليورو، ولكن يمين يامال خد احسن لاعب شاب في البطوله. وانت خدت ايه بقى؟ وي وي. على راي علي معلول والله، على طريقه علي معلول. ففعلا انا مبسوط فيك جدا في تصريحاتك العنجهيه، اذا كان انت ولا ارنب الثاني ولا الالمان كلهم، ما اعرفش كان توني كروس ولا مين اللي اتكلم. فانت اذا كان توني كروس او رابيوت او ديكلان رايس، انتوا الثلاثه يعني عيني عيل صغير علم عليكم انتوا كلكم. فمش شايفها حبه عيني، وفعلا الكره تنصف الكره الجميله مهما كان. دي لافوينتي بجد، انت كسبت اليورو ب 19 سنه و21 سنه وتسمهم بالكبار يا فاجر. الراجل ده يا جماعه ليه تصريح شهير بيقول لك انا بنام 4 ساعات بيشتغل 20 ساعه. دي رساله للاتحاد المصري والمدربين المصريين كلهم ان فعلا لو عايز تعمل حاجه هتعملها وهتشوف نتائج. ففعلا دي لافوينتي ريسبكت ليك يا معلم، انت عملت احلى من احلى بطوله للمنتخب الاسباني بقالها اكتر من بعد 2012 ما شفناش المنتخب الاسباني كده. التكامل الكروي، حلاوه اللعيبه يا جماعه. ندي بقى لكوكاريلا ده باك ليفت اندر ريدد البطوله دي كلها، وفعلا كوكاريلا فاهم مع تشيلسي ضايع.
دي لافوينتي خلاه باك ليفت زي ما قال الكتاب، احسن باك ليفت في البطوله. لو هو كده فعلا استمر على كده هيبقى من احسن باك ليفت في العالم. اولمو مش ممكن نقطه تحول من بعد ماتش المانيا، بعد ما بدري اتصاب وجماهير اسبانيا اتخضوا، اولمو نزل اندر ريتد، 3 اجوان و2 اسيست وبيعمل بري اسيست. ايه يا راجل الحلاوه دي؟ فعلا اللعيبه الاندر ريتد زي داني اولمو. نيك ويليامز الواد ده فعلا لازم يجي برشلونه باي طريقه. هو ولامين يامال هيعملوا ثنائيه جباره. الواد يا جماعه هو فعلا يعني هنتكلم عن الماتش يعني الواد مش طبيعي. نيكو ويليامز حتى الماتش بتاع فرنسا كان وحش، ولكن الماتش النهائي هو ابرز واحد، وفعلا هو نجم اللقاء بالنسبه لي. يعني المنتخب الاسباني يفوز باليورو للمره الرابعه في تاريخه على منتخب بقاله 58 سنه ما خدش البطوله. وفعلا يعني رساله للامين يامال، لاي حد فيكم، اي لعيبه بتتكلم تصريحات يعني عن جاهيه وكبرياء، حاجه واحده بس: I am not a danger because I am a danger. خش يا معلم على الشوط الاولاني الممل من المنتخب الاسباني والمنتخب الانجليزي المدجج بالنجوم. يبدا الشوط الاولاني اول تلت ساعه اسبانيا ماسكه كوره من غير خطوره ولا حتى شوطه حتى على المرمى. بعد كده المنتخب الانجليزي افتكر ان هو عنده نجوم، وكان من نجوم اللقاء في الشوط الاولاني لوك شو، اللي فعلا لامين يامال ما عداش منه ولا مره. وكان فعلا لامين يامال النهائي ده ما كانش موفق خالص وكان وحش الصراحه يعني، ولكن هو اكثر جبهه كانت شغاله من المنتخب الاسباني هو نيكو ويليامز. نيكو ويليامز حتى كمان دي لافوينتي خلاه يلعب ناحيه يمين يامال، لان فعلا كان مقفل لوك شو جدا على لامين يامال. وحتى كمان ساوث جيت كان بادئ اللقاء ب 3 4 2 1 دي على الورق، ولكن في ارض الملعب هي 4 4 2. عندك مثلا ستونز وكال ووكر مقفلين على نيكو ويليامز، وكان بيجي لهم ماينو الناحيه الثانيه، لوك شو هو وجاي وبلينجهام قافلين على لامين يامال. كان خطه دفاعيه محكمه على الطريقه الايطاليه. ولكن برضو يعني انا برضو حتى وانت بتدافع ما شفتش المنتخب الانجليزي كان خطير جدا يعني بالطريقه اللي يعني المفروض باللعيبه اللي انت معاك دي. عندك ساكا وكين وفودن وبلينجهام المرشح اصلا البالون دور. حتى انا اصلا قلت فيديوهاتي اللي بلينجهام لو خد اليورو، او اصلا قبل ما ياخد اليورو لو كان خد الشامبيونز ليج بالمستوى اللي هو قبل الاصابه هياخد البالون دور. المهم يعني نرجع للشوط الاولاني، فبقول لك التقفيل كان جامد جدا من المنتخب الانجليزي. بعد كده المنتخب الانجليزي بعد دقيقه 20 يعني ماسك كوره وبتاع وعمل يعني كذا كوره كويسين عن طريق طبعا لوك شو. الناحيه كانت شغاله اكتر من ووكر، وحتى ووكر برضه اشتغل ولكن اول ركنيه جت من ناحيه ووكر عموما. بس هي اول تسديده في يعني في الشوط ده كله الكوره بتاعت فودن اللي في اخر الدقيقه في الدقيقه 47. وحتى كمان يعني رودري قبل ما اتصاب بكوره بتاعت هاري كين اللي شاطها ورودري يعني قفل عليها. واصلا رودري خد لابورت معاه يعني ضربه في ركبته من ورا. انا قلت اصلا ان لابورت خلاص هو اتصاب. الشوط الاولاني يخلص 0-0 في يعني حاجه ممله جدا يعني ماتش ممل، ولكن ده النهائي. فكان ساوث جيت او منتخب انجلترا رفع الشعار تكسب ولا تلعب. دي لافوينتي الاستحواذ هي كل حاجه في كره القدم. الشوط الاولاني فعلا يخلص يعني 0-0، بس ده النهايه يا معلم. الشوط الثاني شوط بقى ايه المتعه من المنتخب الاسباني، وبرضه فضل المنتخب الانجليزي على نفس وضعه. ولكن يجي الجول الاولاني بعد 5 دقائق من نيكو ويليامز من بري اسيست يا جدعان من داني كارفاخال، لان انا اعتقد ان هو لازم ياخد البالون دور لانه فعلا عامل سيزون عالي جدا اذا كان مع ريال مدريد ولا في اليورو. الراجل يا جماعه فعلا تحبه لو هو في فريقك، ما تحبوش لو هو مش في فريقك. ولكن اعترف ان داني كارفاخال من احسن باك رايت في العالم، هو احسن حاليا لاعب في العالم بالمستوى ده. ما تقوليش اصل بلينجهام اصل فينيسيوس جونيور، ولكن لا ماشي يعني مع احترامي ليهم لعيبه جامده وكل حاجه، ولكن كارفاخال يا جماعه على مدار السيزون لا جامد جدا. كارفاخال السيزون ده لا عالي قوي، ليه ما ياخدش البالون دور؟ بقى تمشي بقى بطولات واداء، لا تاني كارفاخال تشامبيونز ليج ويورو واداء. بلينجهام تشامبيونز ليج ونهائي يورو، ولكن المحصله ان كارفاخال هو اللي خد اليورو. فينيسيوس جونيور طلع من الدور مش عارف الدور الستة باين من الاوروجواي في الكوبا امريكا. فمجملا داني كارفاخال اللي هو احسن لاعب في العالم، او ممكن يدوها لرودري
ان رودري عامل سيزون عالي قوي، ولكن طبعا لو بالبطولات داني كارفاخال يبقى فعلا ايه الجون بقى فعلا الاولاني. يعني بري اسيست يا جماعه، يضرب بيه اتنين على عم كارفاخال، يديها ليامين يامال. يامين يامال بص الكره وسط اربعه، يديها نيكو ويليامز بشماله، الجون هوب الجون الاولاني بم 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 بم. الجون الاولاني من المنتخب الاسباني. عايزين بقى ردة فعل من انجلترا. كميه تضييع فرص من بعديها، نيكو ويليامز يشوط كوره على يمين بيكفورد، لامين يامال ضيع كوره ما تضيعش، وضيع بعديها كوره برده ما تضيعش، حطها في نص الجول، والثانيه يعني صدها بيكفورد، ولكن الاثنين يعني اتحطوا في زاويه احسن من كده. اولمو برضو هو ونيكو ويليامز 1 2 بيحاولوا، والمنتخب الانجليزي لا حول له ولا قوه. بعد كده طلع هاري كين ونزل واتكنز، اللعيب الاندر ريتد اللي محدش بيتكلم عليه في الاعلام الانجليزي، كله نفخ في لعيبه تانية. واتكنز بس عشان بيلعب في استون فيلا محدش بينفخ له. ونزل بالمر اللي هو فعلا يا جماعه، لا هو السيزون ده هو يمكن احسن من ساكا، شايل تشيلسي على كتافه وماشي بيها. ينزل بالمر وينزل واتكنز. بعد كده يعني محاولات من المنتخب الانجليزي، ولكن بقى فاهم يجي لك بقى جول من ريحه اللعيبه. وقبل الجول يا جماعه بلينجهام عمل كوره، واد ساكا اداها له، ياخدها كده ولبس اولمو في كرفخال. نفسي اجيب اللقطه بس مش هينفع يعني عشان كوبي رايتس. ياخدها ويشوطها بشماله، ولا كان ركنت جول بالون دور. وش كان في خطوره من المنتخب الانجليزي. بعد كده المنتخب الانجليزي فاهم بعد كل المحاولات الضايعه من المنتخب الاسباني اللي يعني فعلا اللي خلصوا الماتش بقى، كرة من ساكا يديها لبلينجهام، الوان التول بلينجهام يريحها البالما الجول بام يكسف ساوث جيت. الجول الاولاني للمنتخب الانجليزي. انا زعلت والله، قلت شكلها هتبقى ليله سواد على اسبانيا، وبعد البطوله الحلوه دي كلها يخسروا. انا كنت هبقى زعلان جدا لو كانت فعلا انجلترا كسبت وخدت البطوله، مش من حقها خالص. مش ممكن يعني بعد خط السير اللي انا الفرق اللي انا لعبتها او المنتخبات اللي انا لعبتها واخسر النهائي، ما ينفعش. بعد كده يعني انجلترا مسكت كوره وكانت عايزه تحرز الهدف الثاني، واسبانيا فهمت ملكت نفسها. في نقطه نسيت اقولها، ان لما رودري طلع عشان الاصابه ونزل زوباميندي، انا قلت فعلا ان نص الملعب هيروح، وان فعلا كمان ان انجلترا شكلها هتكسب، لان في بشاير كده تضييع الفرص اللي حصل من المنتخب الاسباني في الشوط الثاني اكتر. اتنين لامين يامال وواحده نيكو ويليامز في الشوطه، ومحاولات على المرمى، والناحيه الثانيه انجلترا ما عملتش اي حاجه، ولكن فعلا الكوره اجوال. ولما نزل فعلا زوباميندي انا حسيت ان فعلا نص الملعب هيتاخد، ولكن الراجل فعلا ادى. ونزل بعديها اوريزابال اللي جاب الجول الثاني، والفرحه للمنتخب الاسباني مكان موراتا بالنسبه لي يا جماعه يعني ما اعرفش، يعني عصام الشوالي كان بيقول ان هو لعب كويس، انا شايفه لا عادي، هو نقطه الاضعف في المنتخب الاسباني. وزي ما قلت لو كان معاهم مثلا توريس او فيا كان هيبقوا احسن من كده بكتير في خط الهجوم ده بالذات، يعني الراس الحربه. محاولات اسبانيا وانجلترا لاحراز الجون الثاني، لان بقى فاهم حسينا كلنا ان الماتش هيروح للاكسترا تايم، وانا صراحه كنت عايز انام وورايا شغل وبتاع، ولكن بقى ايه يا معلم، تيجي كوره من بري اسيست من اللعيب الاندر ريتد في البطوله داني اولمو، يديها لاورزابال، اورزابال يديها لكوكوريلا. كوكوريلا يا جماعه من وان تاتش يا ابن اللعيبه، يا اللي اندر ريتد، يا اللي ما حدش بيتكلم عليك، دي لافوينت يا جماعه. اداها معلم كوكوريلا لاورزابال، الجول الثاني بام، البس يا معلم، البس يمين، البس يا انجلترا، وباي باي انجلترا، بعد 58 سنه مش هتاخدي بطوله خالص، باي باي. الجون الثاني والقاضيه ممكن من اورزابال. دي بقى اهم لقطه في البطوله، وان فعلا الكوره بتدي للمجتهد الاندر ريتد داني اولمو، كوره في اخر الدقائق يرفعها بالمر يلعبها بالهيد. اسمه ايه جي، هو اسمه كده يا جاي يا جي، فيا جماعه معلش يعني هو اسمه كده، هو جي اي يو اتش اي، فيعني عدوها يلعبها بالهيد، وناي سيمون يصدها. اعتقد واتكنز يلعبها بدماغه، داني اولمو يشيلها من على الخط، وفعلا جرينتا بعديها واو. فين الكوره بتدي للمجتهد والاندر ريد زي اولمو، يا ابن اللعيبه يشيل كوره من على الخط. الراجل هداف البطوله وينهي البطوله بفعلا يعني مش في فرصه من كره محققه دخل جول لانجلترا وانها اكسترا تايم بقى، وينتهي الماتش يا باشا. داني اولمو فعلا يعني يستحق اللقطه الاخيره دي بعد كل عدم التفاؤل
من ان بدري اتصاب واولمو نزل، فالكره تكافئ داني اولمو على فعلا الفرصه اللي شالها من على الخط وجرينتا بعديها، ويفوز المنتخب الاسباني على المتعجرفين المنتخب الانجليزي 2-1، ويفوز بالبطوله الرابعه ليه في تاريخه. ودي لافوينتي زي ما اقول لكم خد 3 يورو مع 19 سنه و21 سنه، والفرق الكبيره. رودري احسن لاعب في البطوله، لامين لامان احسن لعيب شاب في البطوله. اكتشفنا اولمو يا ابن اللعيبه، كوكوريلا، فابيان رويز، خط الدفاع كله، اذا كان ناتشو ولا لابورتي ولا نورمان ولا كوكوريلا ولا كارفخال، الفرقه كلها جامده يا جماعه، ونيكو ويليامز. لا لا لا، انتوا يعني فعلا اسبانيا الفريق المتكامل، الفريق اللي يستحق البطوله كلها. مبروك لكل مشجعين اسبانيا، مبروك لاسبانيا، وانا فعلا كنت مبسوط جدا ان هم كسبوا المنتخب الانجليزي المتعجرف. وصلتوا لاخر الحلقه يا جماعه، يا ريت تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس، وشكرا لكم فعلا على دعمكم ليا. انا نسيت اصلا اقول لكم تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، بس انتوا يعني قدها يا جماعه. بس كده، سلام عليكم.